مدة الصلاحية انتهت. مدة الصلاحية انتهت ابتداء من رمضان إن شاء الله. المهندسين والأطباء هما اللي خصهم يصليوا بالناس، وهما اللي خصهم يديروا صلاة الجمعة، لأن هما اللي عندهم الرؤية ديال المجتمع، هم الذين يعرفون المجتمع. غنبقاو باركين حدا من حيث النفاس راه ما غنديروا والو. الأساتذة الجامعيين، الأساتذة الباحثين والأطباء والمهندسين، ويعني حتى يعني أساتذة التكنولوجيا وأساتذة العلوم الحديثة هما اللي خصهم يعطيو صلاة الجمعة، يصليو الناس صلاة الجمعة، وهما اللي خصهم يحدثون الناس، لأنهم ضغطوا عليهم، داروا لهم كراك داون. هذه 12 قرن حان الوقت باش نخرجوا لها. وراه غادا تكون واحد هيئة العلماء الحقيقيين في المغرب، غادا تكون هيئة العلماء الكونيون، هما الذين سيحدثون الناس. اللي عنده دكتوراه في الفيزيك يتكلم، اللي عنده دكتوراه في الرياضيات انا فتحت لكم الباب، ما يبقاوش مخوفينكم. وهيئة الإعجاز أين هي؟ الدعاة والفقهاء ديال التيار الإسلامي المتشدد مقلقين وغاضبين على اللي قال لهم راه الفقهاء راه ماشي علماء. بطبيعة الحال هذا الشيء هو اللي كاين، لأن الدين ماشي علم، ولهذا الناس اللي كنسموهم رجال الدين هما ماشي علماء. ثلاثة ديال الأسباب. أولا لأن العلم اكتشاف، الدين ماشي اكتشاف. الدين داك الشيء اللي فيه كيعاودوه الناس هذه 1400 عام كيف هو دائما، والفقهاء المسيحية واليهودية وكذا كيعاودوا دائما نفس الشيء. المسألة الثانية هو أن العلم برهنة عقلية وتجريبية، هذا الشيء ما كاينش في الدين. الدين هو تسليم واعتقاد عاطفي إيماني ووجداني، والحيز ديال العقل ضيق فيه لأنه تابع للنصوص. المسألة الثالثة هو أن العلم تجاوز قطيعة. في الدين ما كاينش التجاوز، ما كاينش حاجة كنتجاوزوها، بينما في العلم الحقائق اللي كيكتشفوها العلماء كيعاودوا يتجاوزوها بحقائق جديدة، وكيديروا قطيعة مع علم سابق وكيوليو في علم جديد. وهذا الشيء كله ما كاينش في الدين، وخاص الناس يفهموا بأن الدين دين والعلم علم وماشي هما نفس الشيء. من العلوم كما نقول علوم شرعية ليست علوم. كانوا يسمون علماء من قبل لم تكن علوم، لم تكن مختبرات، اما الان اصبحت علوم كونيه ومختبرات ومعدات. فهناك العلوم، اذا اردتم ان تعرفوا المعنى ترجموا كلمه عالم، ترجموا كلمه علوم بالانجليزيه في جوجل يعطيكم ساينس، سيونس في وليس فقه. هناك فقهاء اجلاء نعم نحبهم ونجلهم، هناك شيوخ نعم، لكن ليسوا علماء. نقطه على السطر كي نوضح الامور، ليس ولا أتهجم على أحد، ولن أقبل بشيء أنا عندي خلاف، ولن يرغمني شخص أن أتبع الألباني، لا زلت أؤكدها لكي نكون واضحين. ترغم علي أن أتبع الألباني، لا أتبع الألباني، لكن لا أسبه ولا أشتمه، لكن